بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. أحب أن أبدأ معكم في سلسلة أحاديث إن أحيانا الرب وعشنا عن خطوات في الطريق إلى الله. خطوات في الطريق إلى الله. نبدأ أن ندرس معا الطريق إلى الله بخطواته السليمة كما ينبغي، خطوة خطوة، لكي نصل معه في التدرج الذي رسمه الله نفسه. أول خطوة حينما يعرف الإنسان الله هي التوبة. هي التوبة. يعرف إنه كان ماشي غلط ويفكر إزاي يصلح المسيرة ويمشي في طريق مظبوط. الإنسان الذي لم يبدأ التوبة يبقى لم يخطو الخطوة الأولى في طريق ربنا. في إنسان بيمشي في الخدمة ولسه ما تبش، فبياخد خطوة متأخرة قبل الخطوة الأولانية. لازم نمشي في الطريق المظبوط. في ناس يتكلموا عن الإصلاح ويفكر إزاي يصلح الدنيا كلها ويتدخل في إصلاح الكنيسة وإصلاح المجتمع وإصلاح الدولة وإصلاح العالم، وهو لسه ما تصلحش من جوه، لسه ما تبش، وضع مش سليم. الخطوة الأولى في طريق ربنا إن الإنسان يتوب. دي الخطوة الأولى. والتوبة ليست خطوة بقدر ما هي حياة. هي الخطوة الأولى ولكن تبقى مع الإنسان مدى حياته، يخطو إلى غيرها ويبقى فيها، يعني ما يتنازلش عنها. زي إنسان اتنقل من ابتدائي لثانوي لجامعة، لكن المعلومات اللي خدتها في ابتدائي ما نسيهاش، لسه ما تزال موجودة معاه مستمرة طول حياته، اللي هي القراية والكتابة دي. لكن كيف يمكن ان الانسان يتوب؟ كيف يمكن ان الانسان يتوب؟ لا يمكن يتوب الانسان الا لو شعر انه غلطان. البار في عيني نفسه لا يمكن ان يتوب. هيصلح ايه في حياته ان كان شاعر ان هو ماشي صح؟ شوفوا يا اخوة، في ناس يكونوا تعبانين من خطايا كبيرة في حياتهم، خطايا كبيرة. إنسان تعبان من زنا، تعبان من خمر، تعبان من سجاير، تعبان من رقص، تعبان من قمار، خطية كبيرة. تعبان من شتايم، من حاجات أكثر من كده. فيفتكر إنه أول ما تاب الخطية الكبيرة إنه وصل، وإنه تاب، وإنه خلص، وإنه بقى كويس، ويكون لسه بدري عليه. في حاجات كتيرة جدا في أعماق نفسه لم يعرفها بعد. الخطية الكبيرة كانت مغطية على كل حاجة، فمش شايف غيرها. فأول ما خلص منها أو ظن أنه خلص منها افتكر إن خلاص
افتكر مثل هذا الإنسان أنه تجدد وصار شيئا جديدا وخلص وصار إنسانا مخلصا وتبرر وتقدس، وهيصة طويلة كبيرة، وتكون في أشياء كثيرة جدا في أعماق النفس لم يعرفها بعد، لأن الخطايا الكبيرة هي اللي كانت مغطية تكشفها الأيام. وجايز إنسان ما يكونش حاسس بالخطايا دي، مش شايفها مش عارفها، فكيف يصل وكيف يعرف وكيف يدرك وازاي يحس انه انسان خاطئ؟ الامر الاول والهام ان يعيش الانسان في انسحاق النفس، يعيش في انسحاق النفس، يعيش في التوبة، يحس مذلة الخطية، يبكي عليها من أعماقه، وكلما اتذلت نفسه قصاد ربنا وكلما اعترف أمام ربنا إنه إنسان خاطئ وكلما سلك في الانسحاق والشعور بعدم الاستحقاق يكشف له الله خطاياه واحدة فواحدة ويعرفه كيف يتركه. المؤلم جدا عند بعض الناس أن ينتقل الإنسان مباشرة من حياة الخطية إلى حياة الخدمة. إزاي؟ واحد يكون خاطي وساب الخطية الكبيرة وبقى يروح الكنيسة، ما كانش بيروح الكنيسة ابتدى يروح الكنيسة، ما كانش يعرف طريق بيت ربنا ابتدى يعرف، بطل السجاير بطل الخمر افتكر انه بقى قديس. وبعدين الناس يقولوا له اذهب وحدث بكم صنع الرب بك، يقف يقول انا كنت خاطي وبقيت كويس، انا كنت بشرب سجاير وبطلت سجاير، انا كنت بتاع خمر وبطلت خمر، انا كنت بتاع مش عارف اهاوي وبطلت اهاوي، انا ما كنتش اعرف طريق ربنا وعرفت طريق ربنا. طب الكلمتين دول قولهم كمان في الحتة دي، قولهم كمان في الحتة دي، طب ما تيجي تخدم معانا، ويتحول الى خادم وربما في اعماقه اشياء متعبة كثيرة لسه ما خرجش منها. التائبون على نوعين، التائبون على نوعين. نوع من التائبين ينسحق امام ربنا، يبكي بمرارة بقلب ملتهب بمحبة ربنا، يعصره الخجل، يعصره الأسى، يعصره الندم، فيبكي بكاء مرا امام الله. في هذا الندم، في هذا الأسى، في الشعور بالانسحاق وعدم الاستحقاق، لا يفكر في خطايا غيره ولا يستطيع أن يتكلم عن نفسه ولا يستطيع أن يفتخر. هو مذلول أمام ربنا ومذلول أمام نفسه ومذلول أمام الناس. تعجبني في هذه المشاعر قصة ذلك العشار الذي لم يستطع أن يدخل داخل الهيكل فوقف من بعيد، لم يستطع أن يدخل فوقف من بعيد، ولم يستطع أن يرفع عينيه إلى فوق فنكس رأسه وقرع صدره وقال ارحمني يا رب فإني خاطئ.
ونحن نعظ كثيرا عن قصة العشار، ولكن من منا ما زالت له صورة العشار يقف من بعيد ولا يجرؤ أن يرفع عينيه إلى فوق ويقرع صدره ويقول ارحمني يا رب فإني خاطئ. صدقوني يا أبنائي، كثيرون من الناس يقولون كنا خطاة، وقليل منهم من يقول أنا خاطئ دلوقتي، كنت زمان خاطئ ودلوقتي نشكر ربنا يسوع المسيح أنقذني. طب يا حبيبي انت لسه خاطئ برضه، مين قال انك انت مش خاطئ؟ ده انا بصرخ في الترتيلة باستمرار واقول الخطية دي طبعي وانت طبعك الغفران. كلنا بنرتل هذه الترتيلة في الكنيسة. كلمة كنت خاطئ تحمل لونا من الكبرياء ولونا من عدم معرفة النفس. كنت زمان خاطئ ودلوقتي مش خاطئ؟ لا ابدا، طول عمري وانا خاطئ، بس الفرق بيني وبين زمان الحاجة الوحيدة دي، زمان كنت خاطئ ومش حاسس اني خاطئ، ودلوقتي انا خاطئ وعارف ان انا خاطئ، وخاطئ اولا واخيرا وزمان ودلوقتي. لكن واحد يقعد معاك يقول لك زمان ايام ما كنت في الخطية كنت بعمل وبعمل، ودلوقتي يا حبيبي انت مش في الخطية، دلوقتي انت تجددت وتبررت وتقدست وتخلصت، تبقى ضيعت روحك وتبقى مسكين، انت لسه خاطئ. والانسان اللي ما يشعرش انه خاطئ يبقى بيرتكب اكبر خطية. يعني انت وصلت لمستوى القديس يوحنا الحبيب تلميذ المسيح الذي يقول ان قلنا اننا لم نخطئ نضل انفسنا وليس الحق فينا. وصلت الى درجة بولس الرسول اللي صعد للسماء الثالثة وبيقول الخطاه الذين اولهم انا. وصلت لدرجة يعقوب الرسول حبيب الرب واول اسقف لاورشليم اللي كان بيضرب مطنيات لغاية لما ركبه بقت زي الجمال وخشوشنت. هذا الرجل القديس يقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي لاننا في اشياء كثيرة نعصر جميعنا، كلنا بنعصر. انت صديق وبار، بيقول لك الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. لا يا حبيبي، لن تصل الى الله الا بانسحاق النفس، لن تصل الى الله الا بانسحاق النفس. انا قلت لكم نبدأ بالخطوة الاولى. الخطوة الاولى هي انسحاق النفس، والذي لم يدخل في انسحاق النفس يبني على اساس خاطئ مهما كان الاساس. والذي لا يدخل في انسحاق النفس لا بد ان يصل الى العجرفة والكبرياء في يوم من الايام. اذا لكي تبدأ الطريق مع الله ابدأه بالاتضاع، ابدأه بالانسحاق، ابدأه بشعور عدم الاستحقاق، وتكون بارا حقا اذا استمرت معك هذه المشاعر طول حياتك، طول حياتك. القديس لا يبكي على خطيته لكي تغفر، انما يبكي على خطيته حتى بعد ان تغفر.
اللي بيبكي على الخطية لكي تغفر هو العبد الخايف من عقوبة سيده، لكن الابن الحساس نحو محبة ابيه باستمرار منسحب. انا مكسوف منك يا رب، ازاي بتقبلني في بيتك وانا عملت فيك وعملت فيك وعملت فيك، مش قادر انساه. اللي عملته فيك مش قادر انساه. داوود النبي لم يبكي لكي تغفر خطيته، انما بكى بعد ان غفرت خطيته. قبل ما تغفر خطيته ما كانش حاسس بيها، ما كانش حاسس انه اخطأ، لغاية لما ربنا بعت له ناثان عشان يشعره باللي عمله. وبعدين قال له اخطأت الى الرب، قال له والرب قد نقل عنك خطيئتك لا تموت، نقلها من حسابك لحساب المسيح لن تموت. وبعد ما سمع هذا الحكم بالمغفرة ظل يبكي بكاء مرا طول حياته، وقال بللت فراشي بدموعي، وقال صارت دموعي لي طعاما نهارا وليلا، وقال مزجت خبزي بالدموع، مزجت شرابي بالدموع، وقال دموعي في زق عندك، وقال انصت الى دموعي، انصت الى دموعي. وظل داود منسحقا طول حياته وليس في يوم من الايام وينتهي. لما في يوم من الايام شمعي ابن جيرة شتموا شتائم قاسية، قال الله قال لهذا الانسان اشتم داود وتذكر خطاياه القديمة اللي تستحق الشتيمة، وانسحق. وظل الانسحاق طبيعة داود طول حياته. مزامير الحزينة التي يبكي فيها على سقوطه لم تفارقه مدى الحياة. ده الإنسان المنسحق. تقول لي زمان أيام ما كنت خاطي، وليه يا حبيبي كنت خطيتك؟ ما أجمل العبارة التي قالها القديس الأنبا أنطونيوس الكبير، يا ريتكم تحفظوها صم، يا ريت. هقولها مرة وبعدين أقولها مرة تانية عشان تحفظوها. بيقول إن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، وإن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. هقولها تاني، إن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، وإن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. الإنسان التائب إنسان منسحق النفس، إنسان منسحق النفس. والإنسان المنسحق متضع ووديع وهادي، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. إن كان المسيح القدوس هكذا فكان بالأولى الخطاة أمثالنا. بولس الرسول اضطهد الكنيسة عن جهل، عن عدم معرفة. كانت له غيرة ولكن ليس حسب المعرفة. وبعدين بيقول ولكني رحمت لأني فعلت ذلك بجهل.
وقابله المسيح في طريق دمشق وجعله إناء مختارا، وآمن واعتمد وغسلت خطاياه وصار رسولا، وتعب أكثر من جميع الرسل، وكتب 14 رسالة وبشر في الأمم وصار رسول الأمم، وصعد إلى السماء الثالثة ورأى أشياء لا ينطق بها، صعد إلى الفردوس، في الجسد أم خارج الجسد لا يعلم. وبعد كل هذا ماذا يقول بولس الرسول؟ يقول في أنا أول الخطاة أظهر المسيح طول أناته. أول خطاة إيه يا بولس يا حبيبي؟ دي كان زمان أيام ما كنت شاول، وأنا بولس برضو أول الخطاة ما انتهاش أبدا. وبعدين لما يجي يتكلم عن ظهور المسيح بعد القيامة يقول وأخيرا ظهر لي أنا الذي لست مستحقا أن أدعى رسولا لأن اضطهدت كنيسة الله. اضطهدت كنيسة الله دي امتى دي أيها القديس العظيم؟ دي كان زمان وانتهت أيامها. ده اللي اضطهد كنيسة الله مش انت، ده شاول الطرطوسي. ده اضطهاد كنيسة الله انت اغتسلت منه لما دخلت في جرن المعمودية. دي حاجة راحت من زمان ابدا ما راحتش، راحت من ناحية المغفرة لكن ما راحتش من الذاكرة بتاعتي، ما راحتش من قلبي اللي جرح المسيح. انا الذي لست مستحقا ان ادعى رسولا لان اضطهدت كنيسة الله. ادي القلب المنسحق، القلب الذي لا ينسى خطيته ابدا، القلب الذي يجعل خطيته امامه في كل حين، يبكي عليها نهارا وليلا ويزرف عليها الدموع. في ناس يفتكروا التوبة جت وانتهت ايامها، واحنا دلوقتي بنصعد درجات درجات درجات. درجات ايه يا حبيبي؟ انا سبت التوبة من زمان، دي درجات المبتدئين. طيب ربنا يباركك. وبعدين دخلت في نقاوة القلب، وبعدين ودخلت في الخدمة، وبعدين ناس كتير بيخلصوا على ايدي، مبروك وتاني. وبعدين لازم اسعى للمواهب الروحية. مواهب روحية ده ايه؟ الكتاب بيقول جدوا للمواهب الروحية. جدوا للمواهب الروحية؟ بقيت بتاع مواهب يا مسكين؟ ده انت لسه خاطب من اول امبارح. عايز مواهب ليه؟ مش من حق ان انا اتكلم بألسنة؟ مش من حق ان انا اخذ الروح القدس؟ مش من حق ان انا اصل الى الملء؟ مش من حقي كذا وكذا وكذا؟ هو اللي ادى القديسين ما يدينيش ليه؟ واللي ادى الرسل ما يدينيش ليه؟ انا لازم اطالب بحقوق بدم المسيح. حقوقك ايه يا حبيبي يا غلبان؟ يا ريتك تفتكر انك انسان خاطئ وغلبان، يا ريت تفتكر ضعفك، تفتكر سقوطك، تفتكر انك محتاج الى التوبة مرة اخرى، وتحتاج ان ينسحق قلبك لكي تصل الى الله. اي انسان لا يبني حياته الروحية على انسحاق القلب حياته مهددة بالضياع. اي انسان لا يركز توبته
في الانسحاق والاتضاع معرض للنكسة وللرجوع إلى خطيته مرة أخرى. ما أسهل إن احنا نتملك مشاعر الناس، والملك ده سهل، ونقول لهم يا قديسين يا أبرار يا اللي جنسكوا يا اللي نعسكوا، ونقول أشكر ربنا وهلل معايا وقول مجدا. ممكن دي، وبعدين يضيعوا، لأن لم يتأسسوا إطلاقا على انسحاق النفس ولا على الاتضاع. دلوقتي أنا بقيت بتاع مواهب، عايز مواهب وعايز معجزات وعايز قوات، وممكن تلاقي ست لسه سايبة وتدفن الناس بالزيت وتصلي على مية وتعمل رسائل وهيصة. ايه الشغلانة دي؟ ما خلاص مرحلة التوبة سبناها من زمان، ودلوقتي احنا دخلنا في الدرجات واقتربنا من الملء ونلنا الملء واجتزناه وبقينا اكتر من الملء. وان حد كلمه قال له ملء ايه يا حبيبي؟ يقول اصلك انت ما اختبرتش الدرجات الروحية دي، سيبها للمختبرين. بقيت من المختبرين يا اخي، هتضيع روحك يا حبيبي يا مختبر. اذا لم يخرج من ذاكرتك اختبار ضعفك واختبار سقوطك، انت مهدد بالضياع. اول اختبار تختبره، ان صح تعبير اختبار ده، هو اختبار ضعفك واختبار سقوطك. قل انا مسكين يا رب، قل انا مسكين. موسى لما كان مش منسحق على طول مسك المصري وضربه في الارض وقتله، ولما راح في البرية وتتلمذ على يدي الرب، هذه الرغبة الجبارة في الإصلاح انكمشت داخله. إن كنت أصلح روحي، إن كنت أقود نفسي، لسه بدري مش قد قيادة الآخرين. وبعدين ربنا يقول له تعالى يا موسى أرسلك، يقول له يا رب أنا لست صاحب كلام، لا اليوم ولا أمس ولا قبل من أمس، أنا إنسان ثقيل الفم واللسان. أنا يا رب ما انفعش، أنا يا رب ما انفعش، أنا عارف نفسي، عارف إني ما انفعش. وكل ما يقول عارف إن أنا ما انفعش، وكل ما ربنا يمسك فيه بالأكثر، مش شبعت إلا أنت. أنا يا رب ارسل بيد من ترسل، ابعت أي حد، لكن أنا ما انفعش. هذا الإنسان المنسحق، الإنسان المنسحق، الإنسان المتضع، الإنسان اللي عايز يوصل لربنا. لكن احنا بننسى خطايانا، بننساها. وننساها ازاي؟ نجيب عقائد ونجيب آيات ونجيب لاهوت عشان ننساها. يا حبيبي ما دام خطيتك محاها المسيح بدمه، تفتكرها ليه؟ وكون ان المسيح انقذني من عقوبة الخطية تخليني انا ما ابكيش. ازاي انا حطيت الخطية على راس المسيح؟ ازاي المسيح الطاهر القدوس ده انا حطيت فوقيه الخطية بتاعتي وجعلته يشرب قطرات مرة من كأسي؟ ما ابكيش ليه؟ بالعكس، ده كون ان المسيح محى الخطية بتاعتي يخليني ابكي بالاكثر، لانه تألم لكي يمحوها، وتجسد لكي يمحوها، وتعذب لكي يمحوها، ومات لكي يمحوها، وعير وأهين لكي يمحوها. ازاي انسى؟ ده انا لو نسيت خطيتي ما انساش الام المسيح من اجلي،
وازاي افتكر آلام المسيح من اجلي لما افتكر خطيتي؟ الذي ينسي الانسان خطاياه انما يقوده الى الكبرياء والى البر الذاتي والى اللامبالاة. أيريد أحد أن ينال المواهب؟ المواهب تأتي للمنسحقين، الموهبة التي تأتي لقلب مرتفع ممكن تهلكه تضيعه. الله يحتاج منك إلى اتضاع وانسحاق لكي يأتمنك على المواهب. طب افرض اداك موهبة وما عندكش اتضاع، تقعد تفتخر وكل ما تقابل واحد وتظهر وتعمل وتتكلم وتضيع روحك. طب شوفوا السيدة العذراء اخذت موهبة انها تبقى ابن الله ام الله وتبقى عذراء لما كانت متضعة. قال لأن القدير نظر إلى اتضاع أمته، فلما نظر لاتضاعها أعطاه. خلي ربنا ينظر لاتضاعك عشان يعطيه. كلمة مخيفة اللي بتقول الرب يقاوم المستكبرين، الرب يقاوم المستكبرين، وعكسها لطيف، أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. الرب يقاوم، بكلمة يقاوم دي صعبة، أن الرب يقاوم المستكبرين. الاتضاع هو الأساس الذي تبنى عليه جميع الفضائل. لأنها بهذا تثبت ولا توصل إلى البر الذاتي. ارتفاع القلب هو الذي يضيع الإنسان. كيف سقط الشيطان؟ ارتفع قلبه فسقط. الأصعد إلى السماوات، أضع كرسي فوق كواكب الله، أصير مثل العلي. وسقط المسكين بارتفاع قلبه. وكيف سقط آدم؟ بارتفاع القلب. تصيران مثل الله. هذه التجربة اللي جات لهم. وكيف تشتت العالم الأول برضه بالكبرياء، بنوا برج بابل وعايزين يطلعوا لفوق. ربنا قال لهم ما دام عايزين تطلعوا لفوق هنزلكم لتحت وأشتتكم. وأصبح برج بابل رمز لارتفاع القلب في كل زمان. كيف ضاع هيرودس الملك؟ بارتفاع قلبه. إن مدحوه فقبل المديح ولم يعطي مجدا لله، فضربه الله بالدود ومات. لا يوجد فضيلة في الدنيا كفضيلة أساس أجمل من الاتضاع. لذلك السيد المسيح في تطويباته ذكر المساكين بالروح في أول القائمة. انظروا بعض أقوال القديسين. قال ماري إسحاق وهو من الكتاب الروحيين المشهورين الذي
يعرف خطاياه خير من الذي ينفع الخليقة بمنظره، والذي يتنهد على نفسه كل يوم أفضل من الذي يقيم الموتى بصلاته. الذي يتنهد على نفسه كل يوم أفضل من الذي يقيم الموتى بصلاته، والذي استحق أن ينظر خطاياه أفضل من الذي ينظر ملائكة. هذا الكلام، اللي ينظر خطاياه أحسن من اللي بينظر ملائكة، واللي بيتنهد على نفسه أحسن من الذي يقيم الموتى. أنبا أنطونيوس رأى فخاخ الشيطان منصوبة فقال يا رب من يفلت منها، فأتاه الصوت المتواضعون يفلتون منه. سئل الأنبا باخونيوس عن أحسن منظر رآه، قالوا له ما هو أحسن منظر رأيته؟ فقال إن رأيت إنسانا متواضعا فهذا هو أحسن منظر، لأنك تكون قد رأيت صورة الله. لما تشوف إنسان متواضع تبقى شفت صورة الله. ولذلك يقول أريد أن أفتح فمي وأتكلم عن الاتضاع. يقول ماري إسحاق أريد أن أفتح فمي وأتكلم عن الاتضاع ولكني خائف كمن يتكلم عن الله، لأن الاتضاع هو الحلة التي لبسها اللاهوت لكي نراه. وحينما يرى الشياطين إنسانا متواضعا يخافون، لأنهم يتذكرون صورة المسيح المتواضع الذي هزمهم. الإنسان المتواضع هو صورة الله. اقتني الاتضاع أولا، فيعطيك الله كنوزا أنت لا تعرفها. إذا اقتنيت الاتضاع يأتمنك الله، يأتمنك الله ليس على المواهب فقط، إنما يأتمنك أيضا على القداسة وعلى البر، يأتمنك عليها. ما في إنسان بيصل للقداسة ويرى ويصير بارا في عيني نفسه وتتقلب حياته من قداسة لسقوط. لكن الإنسان البار هو الإنسان المنسحق دائما. أريد أن أقول لكم إن الاتضاع ليس مرحلة من مراحل الطريق، إنما هو رفيق لك طول الطريق، يبدأ معك ولا ينتهي، ويستمر معك في الأبدية أيضا، يستمر معك في الأبدية. خدمة التعليم على الأرض هتنتهي في يوم من الأيام، خدمة الكرازة هتنتهي في يوم من الأيام، خدمة الرحمة هتنتهي في يوم من الأيام، الخدمة، الافتقاد، الرعاية، كله هينتهي. لكن الاتضاع يبدأ معك ولا ينتهي، والمحبة تبدأ معك ولا تنتهي. صورة الله إذا استمر الإنسان فيها تبقى معه أيضا في الأبدية ولا تنتهي. عايز تبني حياتك الروحية ابدأ بالاتضاع. واحد يقول لك يعني يا أخي شفتني إيه وأنا متكبر في إيه، بديني شايفة. لا يا حبيبي، الاتضاع ده له صفات كثيرة جدا 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 ممكن ان احنا نتكلم فيها، ازاي الانسان يبقى متضع. لكن على الاقل ناخد هذه الصفة، صفة انسحاق القلب، صفة التوبة.
يا ريت تقول انا عايز اقعد في مشاعر التوبة طول عمري ولا اتحرك منها. ما تخليش الخدمة تنسيك خطيتك، ما تخليش نجاحك حتى في العمل الروحي ينسيك دموعك وينسيك انسحاقك وينسيك مذلتك امام ربنا. باستمرار عش في لوم النفس. القديسين بيقولوا ان لمنا انفسنا رضي الديان عنا، ان دنا انفسنا رضي الديان عنا. عايز خطيتك تمحى باستمرار، افتكرها باستمرار، ان نسيتها جايز ترجع لها تاني. بهذا الشكل يمكننا ان نحيا حياة القديسين الذين تابوا واحتفظوا بمذلة قلوبهم. إن عشت في مسكنة الروح تستحق الطوبة التي تقول المقيم المسكين من التراب والرافع البائس من المزبلة ليجلسه مع رؤساء شعبه. الإنسان اللي عايش في هذا الانسحاق يكون هناك كنز من الفضائل داخل قلبه. شعوره بالانسحاق ينزع منه قسوة القلب ويعطيه رحمة على كل أحد. تذكره لخطاياه يجعله يشفق على الخاطئين ولا يدينهم، وإنما يبكي عليهم كما يبكي على نفسه، بل ربما لا يرى خطاياهم من أجل تفكيره في خطايا نفسه. طب موسى الأسود تاب وبقى كويس وبقى أب من الآباء، ودعوه للمجمع لكي يحضر المجمع لمحاسبة أخ، فشال تليس من الرمل، شوال يعني، وخربوا من ورا، وقعد الرمل يتسرسب ورا وناشوا بيه. قالوا له ايه اللي بتعمله؟ قال لهم هذه خطاياي وراء ظهري تجري وانا لا اراها، وقد جئت لأدين اخي على خطاياه. انسحاق القلب فضل معاه طول عمره. بطرس الرسول انكر المسيح وبكى والمسيح غفر له، ومش غفر له بس، وارجعه الى رسوليته وقال له ارعى غنمي وارعى خرافي. وبطرس الرسول عمل معجزات وبشر وصار رسول الختان. وبعدين لما جه يتصلب ساعة استشهاده قال ما اقدرش اتصلب زي سيدي، لازم اتصلب وانا منكس الرأس لاني انسان خاطي. خاطي ايها القديس العظيم، طبعا خاطي، ما اقدرش انسى خطيتي ابدا، تفضل معايا طول عمري لكي اعيش في الانسحاق. لكن واحد يقول لك بلاش تعكنن مع نفسك، خش في الفرح الروحي، خش في كذا كذا كذا، انتقل في الدرجات الروحية، تخرج من التوبة على الهزيز، على التأمل، على الثيورية، على حدود ما فوق الصلاة، على غيره على غيره، تفتكر نفسك بقيت حاجة. ثيورية ايه يا حبيبي وحدود فوق الصلاة دي؟ قول له ده انا يا عم راجل مبتدئ، لسه غلبان، بخطي اول خطوة. عيش منسحق القلب، لان الكتاب بيقول الرب يحفظ الاطفال. ان شعرت انك انت بقيت كبير
تضيع روحك. اعتبر انك لسه طفل صغير في حياتك مع ربنا، والرب يحفظ الاطفال. خليك طفل باستمرار، اوعى تكبر في عيني نفسك ولا تكبر في اعين الناس، ولا تقول زمان كنت صغير. لا، انت صغير طول عمرك. احتفظ بطفوليتك لكي يحفظك الرب، لان الرب يحفظ الاطفال. اتفضلوا نصلي.